ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ النهارده كده فيديو سريع خفيف لطيف. تيبس اند تريكس. يعني ايه تيبس اند تريكس؟ يعني نصايح كده سريعه تفيدك في الحاجه اللي انت داخل عليها، سواء بقى لسه بتبدا، سواء بتطور من نفسك بقالك فتره ومش عارف توصل، سواء ماشي في حياتك عادي مش فارقه لك التطور مش عارف ايه. عامه دي نصايح هتفيدك في حياتك. طيب، اول نصيحه اللي انا دايما بقولها: بلاش مثاليه، بلاش تستنى اللحظه المناسبه، بلاش تستنى الوقت المناسب، بلاش تستنى الظروف المناسبه. اصلا لو مفيش ظروف عادي طز كمل. انت مفيش ظروف انت خلقها. الظروف دي ما كانتش عائق قبل كده لحد اصلا. في كام فرصه جات لك وانت طنشتها، او ان انت ما دخلتش فيها، او حتى ما جربتش بسبب انت بتقول مش جاهز لها. مين قال لك انت مش جاهز لها؟ يمكن تبقى جاهز لها بس انت ما جربتش، انت ما استوعبتش ان اصلا ممكن تجرب في حاجه زي كده. جرب يمكن توصل. ومش لازم كل حاجه انت داخل عليها تبقى ليها فيجن ورؤيه. عادي. بالعكس، انت اصلا لو سنك اقل من ال 30 انت المفروض تفضل تجرب وتحاول وتشوف. لو ما جربتش في ال 30 هتجرب تاني امتى؟ انت المفروض تفضل تجرب 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 عشان تبقى داخل ال 30 خلاص انت متاكد من الحاجه اللي انت بتعملها دي. الحاجه اللي بتعملها دي انت خلاص متاكد مليون في الميه ان انت بتعملها دي صح، وان هو عشان ما تجيش بعدين تندم تقول ده انا يا ريتني كنت مش عارف ايه. زي مثلا هقول لك على حاجه، مثلا كتير مثلا من جدودنا جه اللي هو اتعرض عليه الارض مش عارف في المنطقه الصحراء اللي هي دلوقتي بقت المتر مثلا. كان زمان ممكن تشتري ارض تبني عليها بيت، مثلا نقول يا عم ب 3 5 جنيه، ب 20 جنيه. دلوقتي ب 20 مليون و30 مليون. متخيل؟ ف... فدي نفس الفكره. ما تجيش بعدين بقى تندم وتقول يا ريتني عملت كذا ويا ريتني مش عارف ايه. لا خلاص، بلاش مثاليه، ما تستناش المثاليه واشتغل على طول. دي اول حاجه. تاني حاجه هقول لك خليك جريء. ازاي؟ دايما انت شايف ناس في حياتك كده دايما تلاقيهم مثلا مثلا انت ماشي في الشارع، لقيت والله واحد ماشي بموتوسيكل، واحد ماشي جنبك على رجله، وشفت واحد تاني ماشي بموتوسيكل، قام قال لك ايه؟ والله شاف واحد كده ماشي بموتوسيكل قال له لو سمحت مش عارف ما تاخدني وراك لاخر الشارع، وقام راكب وراه وماشي. انت بالنسبه لك اوف ده جامد، ده عدى بالليميت، ده ازاي مش عارف ايه. ببساطه ان هو جريء، طلب عادي، ما خافش ان هو يترفض. ودي هنوصل لها النقطه الجايه. فاهم؟ ما خافش ان هو يترفض، ما خافش ان هو يتقال له لا، ما خافش اي حاجه، وخلاه جريء. خلاه جريء ان هو اتكلم مع الراجل عادي، ما حصلش حاجه ان هو بتاع ده. برضه هقول لك تمرين سريع كده ليها، وهو حاجه بسيطه يعني. هو برضه هقول لك، هو عامه كل اللي انا بقوله لك النهارده هيزيد معاك في التجربه لو انت بتجرب كتير، بتعمل كتير. فبالتالي الحاجات دي انت هتجينها، يعني هتحصل عليها في الاخر من التجربه. ده اول حاجه. حلو. كنت التمرين اللي ليها حلو. التمرين اللي ليها ايه بقى؟ التمرين اللي ليها بسيط جدا. احنا دايما ماشيين في الشارع مثلا في المواصلات مش عارف في ايه، فبتقوم مثلا شفت واحد فبتقوم بتبص له في عينه، وتقوم هو يبص لك في عينك، فتقوم انت محاود عينك كده، بعد عينك على طول، تهرب بعينك. لا، انا جاي النهارده اقول لك خليك بص في عينه. بص كده، هو بيبص في عينك انت بص في عينه. عادي. ايه اللي هيحصل فيها ايه؟ بس يعني يا ريت يا ريت يبقى هو راجل وانت راجل، ما مش ناقص ذكاء. او مثلا بنت مع بنت، يعني ما تجيش تبص في عين بنت وفي الاخر يعني هيقول لك متحرش، معروفه. برضه احكي لك موقف حصل لي. جيت اول ما كنت عايز اطبق الحته دي، عايز اطبق ان هو اللي يبص لي في عيني خلاص انا هبص له في عينه. اللي هيبص لي في عيني كده ويقعد مركز معايا وهو يعني راجل زيي، خلاص انا ابص في عينه كده، افضل بص في عينه. جيت في مره مش عارف كنت بطبع ورق، فالراجل عادي، هم كانوا مش عارف بتاع 5 كده في المطبعه وزحمه وبتاع، والراجل ده كان قاعد فاضي. فهو عادي بيشوف برضه اكل عيش، عمال بيبص مين واقف، مين ما بيعملش حاجه بتاع، يعني مين واقف مستني كده. فشافني انا واقف، كان هو اخويا هو اللي بيطبع وانا واقف ورا كده مثلا خطوتين 3 مستني. فهو بص لي، انا بصيت له، هو بص لي، قعدنا باصين لبعض مثلا بتاع دقيقه، محدش فينا بيتكلم، باصين لبعض. مثلا انا برمش وهو ما بيرمش، وفاهم مركزين مع بعض كده. فهو قام متكلم قال لي ايه، عايز حاجه؟ قلت له لا. انت عايز حاجه؟ بس فاهم؟ ما خفتش، مش هيعمل لي حاجه، ما حصليش حاجه. ببساطه هو بتدرب ان انا اتعامل مع الناس، ان انا خلاص فلان مش هياكلني عادي. ايه اللي هيحصل لي يعني؟ ماشي، عشان بس يعني من الاخر اللي انا بقوله لك ده عشان تكسر الليميت بتاعك. ما تخليش عندك ليميت، لما انت تكسر الليميت بتاعك هتوصل بعدين.
دي حاجه انت مش متوقعها اصلا. طيب تالت حاجه هقول لك، دون، اكتب، شخبط، ارسم، اعمل اي حاجه تحتفظ بالفكره اللي في دماغك. ازاي؟ يعني مثلا انت ماشي في الشارع، لازم تمشي دايما بورقه وقلم. ورقه وقلم. هتقول لي ده ورق مثلا السكريبت او ورق الافكار اللي انت بتكتب فيه، اقول لك ما هو ما اتملاش لوحده يعني، ما كنتش قاعد في البيت، برضو جات لي الفكره وانا ماشي كتبتها في ورقه وقلم. طيب ده مثلا ورق مليان، ثانيه واحده اهو من المحفظه يعني، مش عشان الفيديو بس، فاهم؟ اهو ورق فاضي عادي. دي الفكره، انا ماشي دايما بورقه وقلم. النصيحه دي اتقالت لي من 4 سنين، انا طبقتها من سنه وشفت فوائدها. استاذي جه قال لي من 4 سنين امشي ورقه وقلم ومش عارف ايه، لدرجه ان هو حكى لنا ان هو كان ماشي وجات له فكره وهو مش عارف ماشي في البلد عندهم، جات له فكره وهو معهوش لا ورقه ولا قلم ولا معاه اي حاجه، قطع ورق من الشجره وجاب زي خشبه وقعد يكتب على الورق، كتابه يكتب على الورق كتابه. راح اقرب بيت مش عارف لواحد صاحبه كان مش عارف بعد شارعين ولا حاجه، وقام واخد منه ورقه وقلم، كتب اللي كتبه في الورقه على ورق على كتبه اللي هو كتبه على ورق الشجر، كتبه في ورقه وقلم، بقى ورقه وقلم بقى عاديين. ودي الفكره. هو متخيل انت مثلا بتقول عشان يستهدف الفكره عمل كل ده؟ انت الفكره دي لو جت لك انت، مين قال لك اللي هي هتجي لك تاني؟ فاهم؟ عشان كده بقول لك بلاش مثاليه، خش في الفكره على طول، خليك جريء عشان تخش في الفكره على طول، اكتب افكارك، دونها، افضل دايما ماشي ورقه وقلم عشان تعمل افكارك دايما. حلو حلو. رابع مهاره، اتعلم الرفض، اتعلم تقول لا، ما تخليش حد يستغلك. خروج انت مش عايز تخرجها، لا. واحد طلب منك طلب انت مش عايز تعمله، لا. مش عارف ايه، لا. اتعلم تقول لا. المهاره دي كانت ناقصاني. انا كان اي حد يجي مش عارف ايه، طب ماشي، ولو ما ساعدتوش مثلا احس بتانيب ضمير، انا مش ملزم اساعده. اللي انا فهمته بعدين ان انا مش ملزم اساعده. خلاص انا اتعلم اقول لا. انا حاجه مش عايزها، حاجه مش عايز اعملها، حاجه مش هتيجي عليا 1% فايده، خلاص يا عم لا، ومن حقي اقول له لا. فاهمني؟ فتعلم تقول لا، اتعلمها، ما تخليش حد يستغلك. حلو حلو. اخر حاجه اللي انا قلت لك هتكلم عليها، ان هي اقبل الرفض، اتعامل معاه عادي، خليه موضوع عادي ان واحد يقول لك لا. شفت انا كنت الاول بقول لك اتعلم تقول لا، دلوقتي النقطه الاعلى ان هو انت اقبل ان حد يقول لك لا. ده الطبيعي ان انت مثلا طلبت من واحد طلب لا، مش عارف كنت عايز حاجه وحد قال لك لا، عادي. ما تخليش الرفض ده يبقى عائق بالنسبه لك، ما تخليهوش يبقى حاجه توقفك، ليميت ليك، لا. عادي، حد قال لك لا طز، كمل. ما تخليهوش ان هو خلاص انا اترفضت في مره فانا مش حابب اجرب تاني، فانا مش عارف ايه، يبقى عائق ضد التجربه، لا. حاول مره ورا مره ورا مره، هتلاقي بالنسبه لك اصلا موضوع الرفض ده شيء طبيعي، شيء عادي. هقول لك طيب مثال على موضوع الرفض ده. كنت في ماتش كوره، حلو، ماتش في الاستاد، حلو، وكنت وقتها طلعت بطريقه ما طلعت درجه اولى، رحت درجه اولى. حلو حلو. كان وقتها مش عارف في الفريق ده كان اللي انا رحت الدرجه الاولى بتاعه ده اتوج بالبطوله، خد البطوله. فالمهم احنا عندنا المفروض لو هو اتوجت بالبطوله بتنزل الملعب، بس اللي هو طبعا لازم عيله اللعيبه مش عارف ايه، القريبين من اللعيبه مش عارف الجهاز الاداري مش عارف ايه، الاداره بس هي اللي تنزل وكده. طيب عشان يضمنوا ازاي الناس دي تنزل فبيبقى في اسوره، انا ما كانش معايا الاسوره دي، فانا شفت لاعب بقى، فانا كنت عايز انزل برضه. طيب قلت ايه يا عم فكك مش مهم انزل، انا عايز التيشيرت، انا عايز التيشيرت بتاع اي لاعب من دول. لقيت في عيلتين لعيبه، يعني عيله، عيلتين لاعبين. رحت كلمت اول عيله وازيك وعامل ايه ومش عارف ايه، اكني اعرفه من سنين، بكلم ابو الشخص ده ابو اللاعب ده اكني ازيك ومش عارف ايه وعامل ايه ومنور ومش منور، فاهم؟ قلت له بقول لك انا ممكن التيشيرت مش عارف بتاع ابنك مش عارف ايه وكذا 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 وكذا. قال لي فاهم اللي هو ايه، رفض بالطريقه يعني، انت سلك لي كده، انت مش عارف ايه، ده في ناس كتير طالبه مني وبتاع، عادي. انت بقى بالنسبه لي مثلا ممكن ازعل او اتضايق او بتاع، لا بالعكس، عملت ايه؟ رحت العيله الثانيه قلت له ازيك عامل ايه برضه نفس الطريقه، ازيك عامل ايه ومش عارف ايه وبتاع وكذا 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 وكذا، وعامل ايه ومش عامل ايه. قال لي زي الفل ومش عارف ايه وبتاع.
قلت له طب ممكن التيشيرت؟ قال لي والله لو ينفع اديك التيشيرت هديهولك، يعني لو هو اداني التيشيرت، يعني لو بعت التيشيرت هديهولك، مش هخسره فيك. فانا لو كنت مثلا انا مش جريء، كانت ضاعت فوق عليا فرصه زي دي. طيب انا مثلا لو بخاف من الرفض، كنت فكرت مليون مره ان انا اكلم العيلتين دول، ان انا اكلم الشخصين دول، بس عادي حصل لي حاجه بعدها، ما حصليش، اديني واقف قدامك اهو، يعني ما حصليش حاجه. والله ولا فكرت بعدين في الموضوع ده، ان هو حاجه انا عملتها خلاص. طيب فكده آه اتعلم ان الرفض عادي. تمام تمام. طيب اخر حاجه هقول لك ايه هي؟ حب نفسك، حب عيلتك، واشتغل على ده بس. حب نفسك وحب عيلتك، حب نفسك وحب عيلتك. اتعلم ان طبعا حب ربنا والرسول صلى الله عليه وسلم في الاول، بعدين نفسك، نفسك ثم عيلتك، ابوك وامك واخوك، عيلتك. عمرك ما هتوصل لحاجه الا لو انت ما بتحبش نفسك وثقتك بنفسك قليله. حب نفسك. حلو حلو. خلينا نراجع كده على النقط بس سريعا، هو فيديو صغير يعني اصلا، فخلينا نراجع عليه بسرعه. بلاش مثاليه. حلو حلو. قلنا تبقى عائق بالنسبه لك، خليك جريء عشان تاخد الحاجه اللي انت عايزها. دون واكتب، وخليك دايما ماشي بورقه وقلم عشان الافكار ما تروحش منك. واتعلم الرفض، اتعلم ان انت تقول للناس لا، اتعلم ان محدش يستغلك. واخر حاجه ان هو اقبل الرفض. اقبل الرفض، ما تخليهوش عائق بالنسبه لك، ما تخليش ان هو يبقى ليميت ليك. عادي، كل الناس بترفض، كل الناس، اكبر ناس واصغر ناس وكل العالم حواليك بيترفض، بس فكره طريقه تعاملك انت مع الرفض. حب نفسك وحب عيلتك واشتغل على ده. سلام.